وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقده رسميا مع برشلونة حتى عام 2021. ونشر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي صورة للنجم الأرجنتيني يوقع مع الرئيس جوزيف ماريا بارتوميو على عقده الجديد، وليسدل الستار على مسلسل طويل بخصوص مستقبل الرقم 10 والذي حددت قيمة فسخ عقده ب 700 مليون يورو. التمديد جاء بعد يوم على تسلم ميسي في حفل أقيم في العاصمة الكتالونية جائزة الحذاء الذهبي إثر تتويجه الموسم الماضي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية. مراسلنا أشرف بن عياد يقربنا من تفاصيل الجائزة الرابعة لميسي في سياق التقرير التالي. كان يوما خاصا للغاية بالنسبة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. دخل برفقة عائلته الصغيرة أنيقا ومبتسما، فكل العدسات كانت تبحث عنه في يوم تذكر فيه الجميع أهدافه خلال الموسم الماضي. وحتى تظل هذه المناسبة عالقة في الأذهان، كلف المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز بتسليم الجائزة لزميله وجاره ميسي، الذي عاد لكي يربط إنجازاته الفردية بما يتحقق جماعيا على أرضية الميدان. الجوائز الفردية تأتي بفضل العمل الجماعي، فإذا سارت الأمور جيدا على مستوى الفريق فعندها يكون لنا حظ التتويج بهذه الجوائز، ومن الواضح أنها جائزة لجميع اللاعبين، فمن دونهم لما حققت كل هذه الأهداف. من الواضح أن ميسي يقوم دائما في كل مباراة بأشياء مختلفة وجديدة، والصور موجودة لرؤيتها. ليو تحدث بالمقابل عن جلوسه في مقاعد الاحتياط خلال الشوط الأول لموقعة اليوفي. دائما عندما أظل في مقاعد الاحتياط تثار بعض الضجة، لأنني لست متعودا على الجلوس هناك كما سمعت في كثير من الأحيان، ومثل ما قلت أيضا لا يعجبني أن أكون خارج المباريات، فدائما ما أريد المشاركة والمساعدة في أرضية الميدان قدر الإمكان. ولكن أتفهم اليوم أيضا أن الموسم طويل ويجب علي الاعتناء بنفسي أكثر، لأن الموسم يزداد صعوبة كل مرة. 4 جوائز للحذاء الذهبي حصدها الرقم 10، الذي تسلم أيضا جائزة من نوع خاص جدا، وهي عبارة عن قلب ذهبي يؤكد على دور ليو في مساعدة من يعانون من سرطان الأطفال. أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. بعد ضمانه التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى ريال مدريد إلى مواصلة صحوته عندما يستضيف مالاغا في الجولة 13 من الدوري الإسباني. ورغم الغيابات التي يعاني منها النادي الملكي، إلا أنه يعول على نجميه رونالدو وبنزيما في مواصلة التهديف.